السلام عليكم. الشحات ده كان حارس مرمى الاهلي، وابنه طبعا شريف اكرامي لو انتوا عارفينه، وجوز بنته رمضان صبحي. الشحات اكرامي طالع مع المذيع بيتكلم وبيبارك للزمالك وبيقول ان الزمالك كسب، وان شاء الله هياخد فلوس كذا لما يوصل للدور الكذا، وهو ضمن مليون دولار، حاجات من هذا القبيل يعني. يروح الشحات مقاطعه ويقول له ايه؟ هو انت هتشحت على الزمالك؟ طبعا ان دل على شيء يدل على ان الشحات اكرامي مفلس. هو جاي متحفز، هو عاوز يعمل اي حاجة ضد جماهير الزمالك، ضد منظومة الزمالك. هو بيحاول ان يكسب ود الاهلوية اللي رموا ابنه ورموا جوز بنته، بيحاول يكسب ودهم على حساب مين؟ الزمالك. لا هم معبرينه، ولا هم واخدين بالهم منه، ولا مشغلينه في الاهلي، ولا مشغلينه في قناة الاهلي. فانت ايه المغزى ان انت في كل حوار تقلل من الزمالك؟ انت مبسوط ان انت بتعمل كده؟ ما انت كده بتقل قدام الناس، كده بتصغر قدام الزملكاويه، وبتصغر برضو قدام اصدقائك الزملكاويه، لان احنا كلنا واحد، كلنا نسيج واحد، فينا الاهلاويه وفينا الزملكاويه. فما يصحش ان واحد كبير زيك داخل على 80 سنه ويعمل الكلام ده. ما يصحش، عيب. انت سبت ايه بقى للاطفال؟ سبت ايه للعيال الصغيره؟ سبت ايه اللي لسه طالعين بيحبوا في الاعلام؟ يعني المفروض انت تكون اكبر من كده واذكى من كده. عيب ده. حتى يعني بدل ما تشغل بالك بان الزمالك بتقول مثلا هيشحت ولا مش هيشحت ولا الكلام ده، اشغل بالك بجوز بنتك، بمشاكل جوز بنتك، اشغل بالك بابنك اللي الاهلي رماه، اشغل بالك بكده. يعني انت بتعمل كده حبا في الاهلي. ماشي يا عم، حب الاهلي زي ما انت عايز، بس حبه بعيد عننا احنا. حبه زي ما انت عاوز بس بعيد عن الزمالك. ما تاخدش الزمالك سلم او كوبري عشان تبين ودك للاهلاويه، هم مش سائلين فيك. ليه بتجيب سيره الزمالك يا شحات؟ ليه؟ فيا ريت يا شحات ما تقولش اني بنشحت على الزمالك. ثم لو حصل حتى، انت مالك؟ لو حصل حتى ان الزمالك بيشحت ولا بيعمل، انت مالك؟ الحمد لله احنا مش محتاجين حد. احنا عندنا الابليكيشن جاب لنا فلوس، والزمالك بيعتمد على نفسه. ثم ان الزمالك ان شاء الله هيجي له فلوس من الكونفدراليه باذن الله تعالى، بس ربنا يبعد عينيكم عننا. الله اكبر في عينيكم، فاهم يا شحات؟ فاحنا ان شاء الله هيجي لنا فلوس ومش محتاجين حاجه. عندنا وقف قيد وعندنا بلاوي منيله، بس برضو احنا اول الدوري، وان شاء الله هناخد الدوري، وان شاء الله هناخد الكونفدراليه. فيا ريت يا شحات تخليك في نفسك.